باكج نجوم الاسبوع الجديد. الباكج اللي نازل معانا النهارده بيس منزله باكج، يعني اقل ما يقال عليه ان هو يعني متوسط. يعني الباكج تقول عليه متوسط انت كارمه كده. كنا من النهارده يعني كنا مستنيين ينزلوا لعيبه احسن من كده، يعني ينزلوا معاك اللعيبه اغلبهم متوسط واقل متوسط، ولو حظك وحش زي هيطلع لك من اخر الباكج زي ما طلع لي كده. فتعالى اقول لك مين يستحق ومين لو طلع لك ارميه في اقرب سله زباله. يلا بينا. اول لاعب معانا من الناس اللي تستحق طبعا دوكو نازل معانا طبعا. جناح غزير انتاج، هتلاقيه معاك بيلم سرعه دريبل. بس الفينش طبعا بتاع دوكو احنا كلنا عارفين الفينش بتاعه 75، سيء سيء بشع. فهو يعيب الكارت طبعا الفينش، بس مميزاته سرعه والدريبل. فلو طلع لك يعني يا بختك. بس خلي بالك ان في نسخه قديمه من دوكو نفس المواصفات تقريبا. لو معاك القديمة والجديدة مش هتفرق كتير. اللاعب التاني اللي نزل معانا وهو نكونكو. نكونكو طبعا ما بينزلش في اللعبة كتير، نازل إبداع في صناعة لعب. طاقته كويسة جدا، هيبقى مفيد ليك لو انت تشكيلتك على قدها. اللاعب اللي بعده وهو كومان برضه من اللعيبة اللي بتنزلش كتير في اللعبة، متتألقش كتير، نازل جناح غزير إنتاج. طاقات كويسة مع سرعة طبعا. عشان ده مين؟ عشان ده كومان، يعني معروف كومان يعني سرعة. واللاعب برضو بقى ده من اللي انا بحبه، يعني كنت اتمنى يطلع لي ليه. كايسيدو طبعا، كايسيدو برشلونة اكيد مش هينزل كتير. لاعب صغير في السن، خبير صناعة لعب، مش ارتكاز، احتكاك الدفاعي وقطع الكرات والبساط والتحكم. كانت كويسة. لو انت من عشاق برشلونة وطلع لك هتحبه جدا. غير كده فالباكج كله اقل من المتوسط. تقييم للباكج 8 من 10.